اهلا بيكم في فيديو جديد ويا رب تكونوا بخير. وفي الفيديو هنتكلم على اول محاضره معانا في السيريبرال بولسي، واتمنى لما توصلوا لاخر المحاضره تكونوا فهمتوها بشكل كويس. وانا هشرحها معاكم بطريقه بسيطه وسهله جدا. ويلا نبدا. هنبدا مع بعض المحاضره الاولى في السيريبرال بولسي. بس قبل لما نتكلم عن السيريبرال بولسي في شويه حاجات لازم نعرفها. زي ايه الحاجات دي؟ زي الماسل تون، زي البروبيوسيبتورز، زي الاستريتش ريفلكس. الحاجات دي اساسيات، لو احنا عرفناها هتسهل فهمنا للسيربرال بولسي بشكل كبير جدا. اول حاجه نتكلم عنها الماسل تون. ايه هو الماسل تون؟ is the continuous and passive partial contraction of the muscle. هو partial contraction بيحصل في العضله بتاعتنا، بيكون دائم، بيكون continuous and passive، يعني احنا مش بنتحكم فيه، هو بيحصل بشكل passive. ندي توضيح اكتر.